عاود برشلونة نشاطه في الدوري الإسباني بفوزه الرابع على التوالي، وجاء على حساب ضيفه ليفانتي بثلاثية بيضاء ليعيد الفارق في الصدارة إلى 9 نقاط. وكانت الأمسية مثالية لبرشلونة، ليس بسبب فوزه وحسب أو لعودة لاعبه المصاب الفرنسي أوسمان ديمبلي، بل لأن غريمه ريال مدريد حامل اللقب أصبح متخلفا عنه بفارق 16 نقطة عندما اكتفى بالتعادل في معقل سيلتا فيغو بهدفين لمثلهما. برشلونة حافظ على سجله الخالي من الهزائم في 27 مباراة خاضها هذا الموسم على الصعيدين المحلي والقاري، رافعا رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ملاحق أتلتيكو مدريد الذي فاز على خطافه بهدفين دون رد، أحدهما بتوقيع نجمه العائد دييغو كوستا، والذي نال البطاقة الحمراء أيضا لتكون أول مرة يسجل فيها كوستا ويطرد في مباراة واحدة في الدوري الإسباني. وقلب فالنسيا الثالث تأخره بهدف أمام ضيفه جيرونا إلى فوز بهدفين مقابل هدف على ملعبه ميستايا ليعيد فارق النقطتين مع أتلتيكو الثاني، بعد إيقاف 24 مشجعا إثر أعمال شغب شهد ديربي مدينة إشبيليا وابلا من الأهداف، حيث حقق ريال بيتيس فوزا كبيرا على جاره إشبيليا ب5 أهداف مقابل 3، وذلك في ديربي أندلسي ساخن أمام 40,000 متفرج على ملعب رامون سانشيز بتخوان، وهذه المرة الأولى في تاريخ بيتيس التي يسجل فيها 5 أهداف في مرمى غريمه في الدوري، كما أنها الخسارة الثالثة لإشبيليا في 4 مباريات، وأصبح مركزه مهددا من فياريال الذي يتخلف عنه بنقطة واحدة، فيما حقق ريال بيتيس فوزه الثاني في 3 مباريات.